كيبدا الفيلم ديالنا في غابة السافانا مع قبيلة ديال القرودة فرحانين وكيحتفلوا حيت الملكة مرات الملك د القرودة ولدات ولد وغادي يكون هو ولي العهد. الملك كان واقف وسط قبيلته فرحان وكيساين الطبيب ديال القرودة فلاديمير يعيط له يشوف ولده. منين جا عنده فلاديمير قال له كاين واحد المشكلة وخاص الملك يجي يشوفها. الملك منين دخل عند مرته تفاجأ انها ولدات جوج قرودة ماشي واحد، والقرد اللي تولد الاول واللي خاصو يكون هو ولي العهد كان ضعيف بزاف وصغيور وما كيشبهش القروده اللي في القبيله، اما الولد الثاني كان باينه مجهد وكبير وكيشبه القروده ديال القبيله. تما دخلات عليهم الساحره ديال القبيله وقالت للملك يسالم على القرد الضعيف حيت ما كيشبهش ليهم وما يصلحش يكون الملك موراه. الملك كان ما زعمش يدير هادشي ولكن الساحره اثرات عليه، وقبل ما تفيق الملكه الملك قال لفلاديمير يسالم على القرد الضعيف دابا. فاقت الملكة وكانت عيانة بزاف وسولات على ولادها وقالت للملك سيمون يربيهم مزيان ويتهلا فيهم وموراها ماتت. الملك دا القرد القوي ووراه للقبيله وقال لهم هذا هو ولي العهد ديالي وسماه فاليا. القروده كاملين فرحوا به. في نفس الوقيته فلاديمير دا القرد الضعيف عند الديبه باش تاكلو كما اتفق مع الملك، ولكن منين رمى القرد شد له في يده وما بغاش يطلقها. فلاديمير بقى فيه القرد وقرر يخليه معاه وقال ربي بغاه يعيش، ولكن عاود خاف من الملك وبغى يرمي القرد عاوتاني. القرد طاح وكان علاين الديب ياكلو وجرحو في يده اليمنى، ولكن رجليه شدو في الاغصان ديال الشجر ونقض راسو وما كلاهش الديب وبقى معلق تما. تا جا واحد القرد سميتو ايان وعتقو وبغى يوقفوا على يديه ورجليه باش يتمشى، ولكن القرد كانت يديه مجروحه وحيت ضعيف بزاف ما قدرش يمشي، فطلع على ظهر ايان ومشى معاه. ايان كان فرحان به وفي نفس الوقيته بقى فيه القرد الصغير فخداه معاه وسماه ايدوارد. وعاش ايدوارد مع ايان حتى كبر وكانوا صحاب ومتفاهمين مع بعضياتهم. وفي واحد النهار وهما كيدابزوا على الفاكهه اللي كيخبعوها شاف ايدوارد واحد الفار دالهم الفاكهه فجرى من وراه، ولكن الضربه اللي في يديه اللي كان دارها له الديب شحال هادي كتخليه ديما ثقيل وما قدرش يلحق الفار على الشجره وطاح. فبدا ايدوارد يفكر في شي طريقه يشد بها الفار بلا ما يتحرك، وجاتو فكره انه يدير مصيده بالخشب ديال الشجر الصمغ اللي تما وبدا يوجدها، ولكن سمع الصفاره ديال لعبه الكره بين القروده فكان باغي يمشي يتفرج فيهم. ايان قال له ما تمشيش حيت القروده غادي يتنمروا عليك. ايدوارد قال له غير يلاه نمشي ورا ما غادي يديروهاش، ومشاو يتفرجوا. كان فاليا لاعب وهو اللي رابح وكيلعب مزيان ورمى الكره في بلاصتها في واحد الجمجمه معلقه. الكره جات حدا ايان وكان باغي يشدها، ولكن ايدوارد قال له ما تشدهاش، وايان ما سمعش الهضره فطاح هو وايدوارد على القروده اللي كتلعب وطاحت الكره في واحد الحفره. القروده كاملين كانوا مستغربين. تما ايدوارد خدم الذكاء ديالو وجاب عصا من الشجره ديال الصمغ ولصق فيها الكره وخرجها من الحفره. القروده فرحوا حيت قدر يجبد ليهم كورتهم. داك الساعه جا فاليا ياخذ الكره ورماها باش يكملوا اللعب، ولكن لصقات في يده وما عرفش يحيدها. والقروده بداو يعاونوه. الملك سيمون كان جالس مع فلاديمير والساحره وكيتفرجوا على الماتش. الكره طاحت على راس الملك وفلاديمير بغى يحيدها من راسو، ولكن الكره حيدت معها الشعر ديال الملك. الساحره فاش شافت ايدوارد وشافت رجليه اللي شكلهم باين عرفات انه ولد الملك سيمون اللي خاصو يكون سلام معاه شحال هادي، فعيطات لفلاديمير وسولاتو علاش ما ساليتيش معاه كيف ما قال لك الملك. فلاديمير بغى يكذب عليها ويقول لها راني ساليت معاه، ولكن الساحره قالت له لقى حل لهادشي. فاليا كان كيتصنت ليهم وسمع هدرتهم وعرف ان عنده خوه كبر منه ممكن ياخذ منه الملك، فتعصب وبدا يفكر كيفاش يسالي معاه. في النهار الثاني ايدوارد شاف ايان جالس كيهضر مع الطيور على واحد البلاصه سميتها الجبل الابيض، وهاد البلاصه عامره بالشجر والبحيرات وفيها بزاف ديال الماكله. ايدوارد قال لايان هاد البلاصه ماشي حقيقيه وما كايناش، وايان قال له راه كاين الطيور عاودولي عليها. داك الساعه جا عندهم مارسيل وسيرجي جوج ديال القروده من القبيله وقالوا لهم الملك باغي يشوف ايدوارد ضروري. فمشى ايدوارد عند الملك والملك اتهموه باللي هو سحار. ايدوارد جاوبو انا عمرني درت شي حاجه ديال السحر وهذا الشيء اللي كنديرو غير حيلات بالذكاء ديالي وصافي. وبغى يوري الملك كيفاش وشد بزاف ديال الورق ديال الشجر وصوب للملك منهم تاج ولبسوا ليه. القروده والملك بهرهم هذا الشيء وجاب الماء وحطو في ورقه ديال الشجر كبيره وخلى
الملك يشوف راسو في الماء بحال المرايه، وصيب الملك كرسي من الورق ديال الشجر وجلس عليه الملك. السحاره كانت شايفه هادشي وتعصبات بزاف، فصيفطات الحشرات باش يهجموا عليهم. الملك سيمون طاح من الكرسي ديالو فوق الجرف، ولكن قدر يشد في غصن قبل ما يوصل للارض وطلع. فاليا قال ليهم بلي ادوارد هو سبب هادشي اللي وقع للملك، وهو اللي دار السحر وجاب هاد الحشرات. وشد ادوارد ورماه من فوق الجرف. ايان تخلع عليه وبغى يعتقو ونزل على الفرع ديال الشجر. في ذاك الوقت الملك سيمون غوت على فاليا بسبب شنو دار مع ادوارد. كنشوفوا ادوارد ما وقع ليه والو، ومنين فاق لقى ايان على الفرع ديال الشجر، فمدلو يدو باش ينزلو ولكن ما لحقوش، فخلاه معلق ومشى للغابه. فلقى نعامه قدامه وفمها الفواكه، بغى ياخدهم منها، وتما عرف راسو قاد يوقف على رجليه بجوج بلا يديه. وشاف قطيع ديال وحيد القرن كيجري موراه. ادوارد جرى باللور حدا النعام وفرح حيت قاد يتحرك ويجري بالزربه. القطيع ديال وحيد القرن كانوا تا هما كيجريو بالزربه وقراب يدوزو في ادوارد. داك الساعه الملك شاف شنو واقع وهبط عند ادوارد ووقف في وجه وحيد القرن وخدم قوته كامله باش يبعدهم على ادوارد. وجا واحد منهم ورمى راسو على ادوارد، ولكن الملك رمى راسو في بلاصتو وعتقو. ومنين فاق ادوارد طمن على الملك اللي عتقو. الملك طلب منه السماحه حيت خلاه هو صغير، وقال له راه تا انت ولدي، وموراها مات. تما بان فاليا وخدا الجثه ديال الملك للشجره. ادوارد كان مصدوم وكيفكر في الهضره ديال الملك وما قدرش يخرجها من راسو. القبيله ديال القروده كانت كتوجد راسها تودع الملك ويرجعوا فاليا في بلاصتو. فاليا جرى على فلاديمير حيت ما سالاش مع اخوه كيف ما قال له الملك شحال هادي، ودار سيرجي ولد عمو في بلاصتو. وسيرجي جاب له القردات يعزل منهم اللي يتزوجها باش تولي ملكه، ولكن فاليا قال له غادي نختار مراتي مور ما نتزوج ملك. وعلى غفله القروده كاملين هربوا بسبب البرق. ادوارد وايان خداو الملك ودفنوه، وشافوا البرق ضرب شجره في الغابه وشعلات فيها العافيه. وادوارد مشى شد عصا ووقف قدامها، وعرف ديك الساعه انه قادر يتحكم في العافيه، ولكن الشتا طاحت وداك العافيه طفات والاعصار جهاد في الغابه. وفلاديمير ما كانش لاقي فين يتخبى من مور ما الساحره جرات عليه فداه الاعصار. ادوارد بغى يهرب ولكن تا هو داه الاعصار. في وسط الاعصار ادوارد شاف بزاف ديال الحيوانات باغا تعتق راسها، وشاف واحد القرده حتى هي داها الاعصار وبغى يعاونها، ولكن الاعصار لاحو بعيد. القرده حتى هي ترمت من الاعصار فمشى شد يدها باش يعتقها، ولكن الاعصار كان مجهد وبغى ياخذهم عاوتاني. ادوارد كان رابط راسو بحبل في الشجره وجر راسو معاه القرده باش يخرجوا من الاعصار. تما الحبل تقطع وطاحوا في الحفره. ادوارد قدر يطلع منها برجليه بجوج وهو شاد القرده بيدو، والعاصفه سالات فاقت القرده وضربات ادوارد على وجهه حيت ما كانش عارفه باللي هو اللي عتقها. ومنين شافت فين راهم بدات تبكي حيت شافت الشجره ديال عائلتها تهرسات وجرات وهربات من البلاصه. ادوارد بدا تابعها وداز بسببها من حدا وحيد القرن ومن الواد ديال البركان حتى وصل لعندها وهدر معاها، وهي قالت له شكون هي وسميتها لوسي، وكانت متعجبه كيفاش كيمشي على رجليه بجوج بلا يديه، وقالت له علمني تانا نمشي بحالك. وجلسوا بجوج على جرف عالي وتفرجوا على الغروب. ادوارد وراها واحد الشجره وقال لها عائلتي ساكنه تما، وطلب منها تمشي معاه وتتعرف عليهم فوافقات. وهما في طريقهم للشجره لقاو الحمام ديال البركان. ادوارد خدم عقله وجاب عود ديال الشجر وشعلوه بالعافيه باش يضوي به. ومنين وصل للشجره القروده كانوا مستغربين انه كيعرف يتحكم في العافيه. وادوارد قال لهم الغابه زوينه وما كتخلعش. تما بان خوه فاليا وقال له لوح العافيه اللي في يديك. ادوارد بغى يوريه ان العافيه صالحه لبزاف ديال الحوايج، وجاب بزاف ديال العواد وشعلهم كاملين، ولكن طاحوا وشعلت عافيه كبيره في البلاصه. القروده خافوا والسحاره قالت لهم المشاكل اللي كيوقعوا في القبيله سببها ادوارد، وخلات داك الساعه القروده يجريو عليه هو ولوسي. ادوارد دا معاه لوسي وهو طالع له الدم، ومشاو للبلاصه ديال الدياب ومعاه العافيه، فخوف بها الدياب وهما مشاو وخلاو ليه البلاصه. فجلسوا بجوج تما. لوسي بدات كتعلم ادوارد يصيد الحيوانات ويطيح الفواكه من الشجره غير بالحجر، وعرفوا انهم يقدروا يشعلوا العافيه غير بالحجر ويطيبوا بها الماكله، وتعلموا كيفاش يتعاملوا مع الدياب باش ما تهجمش عليهم. وواحد النهار وهما كيطيبوا القروده شموا ريحه الماكله وعجباتهم بزاف، ولكن الساحره ما خلاتهمش يتحركوا من الشجره ديالهم. داك الساعه القروده تقلبوا عليها وخلاو الشجره، فبقى في الشجره غير فاليا ومراته روبي. اما الباقي
كلهم مشاو عند إدوارد. لوسي منين شافتهم تعصبات عليهم وبغاتهم يمشيو، ولكن هما هضروا مع إدوارد وقالوا له حنا القبيلة ديالك ومن شجرة وحدة وخاصك تستقبلنا مزيان. إدوارد وافق وقال لهم غادي نوكلكم غير هاد الليلة وموراها خاصكم تمشيو. ومشى عند لوسي قنعها وتا هي بغات وخلاتهم. القرودة فرحوا بزاف ونشطوا الليل كامل. فاليا كان حاضيهم من بعيد وكان طالع عليه الدم حيت القبيلة ديالو كلهم خلاوه. وفي هاد الوقت السحارة قررت تنتقم من إدوارد. القرودة ديال القبيلة اتفقوا يعيشوا مع إدوارد، ومور شي ايامات إدوارد تزوج بلوسي وكانوا كيساينوا ولدهم جديد. والناس ديال القبيلة عاونوا إدوارد باش يبنيو مدينة جديدة من مور ما علمهم كاملين يمشيو على رجليهم بجوج، وعلمهم كيفاش يجيبوا ماكلتهم وكيفاش يشعلوا العافية. واحد القرد من القبيلة لقى حجر وقال لإدوارد يمكن لينا نرسموا بهم على الحيوطة. وهما كيهضروا السحارة صيفطات ليهم بزاف ديال الجراد. داك الجراد بدا كياكل اي حاجه هما بناوها. داك الساعه القروده قرروا يهجموا على السحاره وعلى فاليا. لوسي قالت لإدوارد سير عتق خوك وانا غادي نعاون القروده اللي مجروحين. إدوارد مشى مع واحد الديب صاحبه باش يهضروا مع فاليا ويعلموا بشنو واقع، ولكن كان صافي مشى الحال. والقروده كاملين وصلوا للشجره ديال فاليا وروبي وكانوا معصبين وبداو يهرسوا في الشجره. إدوارد حاول يمنعهم ولكن ما قدرش، ومشاو القروده كاملين يضربوا فاليا. إدوارد بغى يعاون خوه وطاحت شويه ديال العافيه اللي مع القروده وحرقات الشجره كامله. إدوارد شد في حبل من الشجره وعتق روبي، ومنين عتقها طاحت عليه عصا من الشجره وعيط على القروده باش يعاونوه، ولكن هما خافوا من العافيه وهربوا منين شافوا الشجره كامله كتحرق وغادي تطيح. ولكن جا فاليا وعتق خوه وموراها طلب منه السماحه وعنقوا بعضياتهم. من مور ما كل شيء تحرق القروده ما كانوش عارفين فين غادي يمشيو وفقدوا الامل وقالوا صافي غادي نموتوا. داك الساعه إدوارد شاف الطيور وتفكر الهضره ديال ايان صاحبه على الجبل الابيض، فقال داك الساعه للقروده ما غنموتوش غادي نمشيو مور الطيور وهي غادي توصلنا للبلاصه اللي غادي نعيشوا فيها. وبداو ماشيين مور الطيور مده طويله حتى وصلوا للجبل الابيض اللي ما كانش إدوارد متيق ايان منين قالها ليه، وهو بلاصه زوينه بزاف. ولقى تما صاحبه ايان وفرح بزاف حيت شافو وعاشوا كاملين واحد الحياه سعيده في الجبل الابيض. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات اللي دازوا وديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.